بما ان اللوك اللاتيه او الميك اب اللاتيه طلع ترند جدا الفتره دي، يلا بينا نعمله مع بعض بالخطوات ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. يلا بينا كملوا معايا لاخر الفيديو. انا هاخد البيز بتاع العين بتاعي، هيكون بالكونتور بتاع شجلان. بعد كده هاخد براش فلافي وهدمج بيها البيز بتاعي اللي انا عملته. شايفين دمجته كده وسحبته لبره شويه، يعني برفعه لفوق شويه عشان يديني ليفتنج شويه للشكل الوش، كمان يرفع معايا العين ويديني سحبه كده شكلها كويسه العين ومساحه كبيره للعين. انا حاليا مش معايا الدرجات البنيات او مش معايا شادو بني، فانا هشتغل بدرجات الكونتور. انا كده يعتبر بثبت البيز بتاع العين بالباودر، الكونتور باودر او باللون الباودر يعني. بعد كده هاخد براش بنسل زي دي كده، هاخد درجه، عندي درجه شادو غامقه جدا، هاخد منها حاجه بسيطه كده من ناحيه العين. يعني هتكون الدرجه كده في نهايه العين وبسحب لبره شويه. بعد كده هاخد فرشه فلافي ما فيهاش اي لون وابتدي ادمج الدرجه دي مع بعضها على حدود اللون كده اللي انا حطيته الغامق كده. بعد كده خدت براش اصغر شويه وهاخد بيها لون اسود، خدت بيها درجه لون اسود وهبتدي ادرج بيها نهايه العين من هنا. خدت فرشه فلافي اصغر شويه وهبتدي ادمج بيها هنا على نهايه حدود اللون الاسود مع اللون البني اللي فوق. بس كده حاجه بسيطه عشان يدمج لي بس الدرجه مع بعض. شايفين؟ بعد كده اخدت براش رفيعه جدا جدا او صغيره قوي وخدت من اللون البني الغامق وابتدي اعمل كات كريس هنا في بدايه العين. شايفين؟ بعد كده هاخد درجه زي دي كده هنا من الكونسيلر او من الباليت بتاعت ميك اب فور ايفر دي، وهعمل بيها الكات كريس للعين. انا عملت كات كريس خلاص كده خلصنا زي ما انتم شايفين. بعد كده هاخد على البراش فلافي حاجه كده بسيطه من اللون، من اي لون شادو فاتح زي الدرجه دي كده مثلا. بعد كده في نهايه الكات كريس من هنا هاخد الدرجه على بيس شويه. بعد كده هاخد من الجلو بتاع الجليتر من ان واي اكس، هاخد منه حاجه بسيطه قوي على ايدي كده. خدت منه حاجه بسيطه كده على ايدي اهي، وهعملها بايدي بس صبعي بس كده. اخدت من الجليتر ده حاجه بسيطه جدا كده على البراش وثبته عليه. ركبنا الرمش وهنركب الرمش التاني. الرمش ده انا مركبه رمش من هنا من ورا طويل شويه، شايفين؟ طويل اطول من قدام علشان يديني سحبه العين كده شكلها حلو، يديني يعني عارفين اللي هو يسحب لي شكل العين. تاني اركب وارجع لكم. بعد كده هنوصل الرمش من جوه ببدأ العين من قدام عشان يبان معايا شكل الرموش ناتشرال وكأنها كلها مع بعضها. بعتذر لو مصورتش كل الخطوات لان فعلا مساحه الفون ما كانتش مكفيه معايا اني اخلص كل اللوك، فهحاول ان شاء الله اعمل لكم لايف بيه او اعمل لكم فيديو تاني اكبر، بس اظبط مساحه التليفون بتاعي وهعمل لكم
لوك كامل ان شاء الله بالشرح. بس يا رب يكون اللوك عجبكم. قولوا لي لو عجبكم اللوك، اكتبوا لي في الكومنتات. ولو لكم اي استفسار اكتبوا لي برده، هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. او لو حد عنده اي حاجه عايز يتعلمها ممكن يكتب لي في الكومنتات وانا اشرحها له بفيديو او بلايف بالخطوات. وان شاء الله يكون فيديوهات كتير بمعلومات جديده وتعلموا حاجات كتير جدا. يلا اشوفكم على خير في فيديو جاي. باي باي.